السلام عليكم. يلا نعمل سلطة طحينة وسلطة بابا غنوج. سلطة الطحينة ما يستغناش عنها أي بيت. بنعملها مع المشاوي، مع الكفتة المشوية، اللحمة المشوية، ناكلها كمان مع السمك وعلى الطعمية في السندوتشات. الفراخ المشوية كمان هنعمل سلطة بابا غنوج. سلطة سهلة بنعملها جنب الأسماك وجنب المشاوي، طعمها حلو جدا، من الأكلات الأساسية في أي بيت. أول حاجة هنعملها هي سلطة الطحينة. هنحتاج نص كوباية طحينة و3 فصوص توم و3 معالق كبار خل ومية فترة. نجيب بقى كده الطحينة، احط عليها التوم والخل ومعلقة صغيرة ملح وشوية صغيرين مية فترة ونص معلقة كمون، وقلب بقى الحاجات دي مع بعضها. في الطحينة بلاش نزود التوم لانها بتبقى حساسة جدا للتوم، يعني فصين التوم او ال3 اللي احنا حطيناهم دول بيدوا مفعول وطعم حلو جدا، لكن لو زودنا اكتر من كده بيبقى الطعم ظاهر جدا ولاذع. كمان بنحط مية فترة على الطحينة، مش بنحط مية سخنة. ولازم واساسي في الطحينة الكمون والخل. كمون والخل بيفرقوا جدا في طعمها. الخل بيديلها اللون الفاتح، وكمان الخل والكمون اساسيين جدا في الطعم. اضيف بقى المية شوية شوية لحد ما اوصل للسمك اللي انا عايزاه. كمان الخل مش عايزين نزوده قوي عشان الطعم مش يبقى حامض او لاذع. بس كده الطحينة بقت جاهزة. انا عايزاها تكون في التقل ده. شايفين بقى كده الطحينة؟ مش عايزين الطحينة نعملها خفيفة قوي نزود فيها المية، ولا عايزينها تبقى تقيلة قوي، يبقى السمك بتاعها متوسط. شايفين بقى الخل فارق ازاي في لون الطحينة، مخلي لونها فاتح وجميل ازاي. كمان سر من اسرار المطاعم، لو عايزين نعمل الطحينة تقيلة بس ما نستهلكش طحينة خام كتير، اقدر ازود معلقة كبيرة دقيق، ما بتأثرش في الطعم خالص. يعني اعمل الطحينة بنفس الطريقة كده وازود كمان عليها معلقة دقيق، هتديني سمك وتخن في الطحينة ومش هتغير خالص الطعم. يلا بقى نعمل سلطة بابا غنوج. انا معايا هنا بتنجان رومي، غسلاه طبعا كويس. اجي بقى على عين البوتاجاز احطهم مباشرة على عين البوتاجاز، مش هحط تحتهم شياطة ولا اي حاجة. كل ما الاقي جنب اتشوى اروح قلبها على الجنب التاني. مجرد ما الاقي كل اتجاه في البتنجان اتشوت اروح قلبها على طول على الاتجاه التاني، مش هسيبها اكتر من كده عشان مش يتحرق، عشان كمان البتنجان مش ينشف والعصارة اللي فيه تنشف. انا عايز البتنجان يتشوي في نفس الوقت يفضل محتفظ بطراوته وبالعصارة اللي بتبقى موجودة فيه. كده البتنجانة اتشوت من كل الاتجاهات. ارفعها بقى من على النار، اسيبها بقى كده تبرد. اجي بقى كده بالسكينة واقطع الراس بتاعتها واقشرها بالراحة. انا كارلا ودي قناتي كارلا في المطبخ. لو عجبتكم القناة دوسوا اشتراك ولايك. بلاش نغسل البتنجان بعد ما نقشره عشان بيفقد كتير من ريحة الشوي بتاعه. نقشره كده بالراحة واحدة واحدة لحد ما نشيل كل القشر بتاعه. بس كده البتنجان قشرته. في الخطوة دي عندنا طريقتين، يا اما
ان انا اقطعه كده بالسكينة او اهرسه بالشوكة، او الطريقة التانية ان انا احطه في الكبة وافرمه. اللي بيحبه يكون ناعم قوي هيحطه في الكبة، واللي مش بيحبه يكون ناعم قوي هيهرسه كده بالشوكة. هرست كده البتنجان بالشوكة، احط بقى عليه معلقتين طحينة وقرنين فلفل مفرومين و3 فصوص توم مفرومين. ونص معلقة صغيرة ملح، ونص معلقة صغيرة كمون، واعصر نص ليمونة، و3 معالق صغيرين خل. الخل والليمون أساسيين في بابا غنوج وفي أي طبق بتنجان، عشان بيمنعوا البابا غنوج يغير لونه أو يسود، كمان بيفرقوا جدا في الطعم. وآخر حاجة بقى هضيفها هي البقدونس، ودي اختياري. أقلب بقى الحاجات دي كلها مع بعضها. كده بابا غنوج بقى جاهز معايا. اغرفه بقى كده في الطبق. من اجمل السلطات واسهلها. البتنجان من الحاجات الحساسة للثوم، عشان كده ما ينفعش نزود فيها الثوم قوي، هتخلي طعمها مش حلو وهيبقى الطعم لاذع. البتنجان المشوي سلطة سهلة وطعمها لذيذ جدا وخفيفة، مش بيحتاج قلي ولا بيحتاج زيت كتير. ما تنسوش وانتوا بتعملوا الطحينة وبابا غنوج تصلوا على النبي بألف هنا.